أصل البدعة أي عمل مبتدأ على غير مثال سابق، زي ما الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه لما جمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد في رمضان وقال نعمة البدعة هي دي الحتة بقى اللي يقول لك في بدعة حسنة. نعمة البدعة أي أنه امتدح البدعة. هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس أول من سن صلاة القيام جماعة، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها يومين أو ثلاثا ثم امتنع أن يخرج إليهم حتى لا تفرض عليهم. فأول من جمع المسلمين على إمام واحد وأسرج في المسجد طيلة الشهر كان عمر. فهي البدعة من هنا، البدعة أي عمل هو عمل مبتدأ لم يسبقه أحد فعل نفس هذا الفعل، فهي الصواب أن تسمى بدعة لغوية لا أن يقال بدعة شرعية. نعم. من حيث أنها ابتدأت. فلو مثلا أنا موجود في بلد من البلدان وهذه البلد ليس فيها ملتحي قط، فأنا أعفيت لحيتي ثم دعوت الناس إلى إعفاء اللحية، فيقال فلان أول من سن اللحية في هذا البلد. هو أنا اللي اخترعت اللحية ولا أنا اللي خطر على بالي؟ لا، إنما أمر مات جددته أو لم يكن موجودا فأوجدته. فالنهاردة لما النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا، فالأنصاري كان له الفضل في أنه أتى بهذا الكون من ثياب أو من طعام، وتتابع الناس لما رأوه. والله تبارك وتعالى قال في مثل هذا المعنى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإن تبدوا الصدقات، ليه الإنسان إذا جهر بالصدقة يعني نعم ما فعل كما قال الله عز وجل، لأن هذا يغري آخرين غافلين عن هذا المعنى ولو لحظيا، يعني قد ينتبه لمعنى الصدقة بعدين، بعد شهر، بعد يوم، بعد يومين، بعد ثلاثة، وقد لا ينتبه. أول ما أنا بشوف واحد فعل فعلا حسنا يوم يهيجي عندي فعل المعروف، فهذا هو الذي جعلني أخرج الصدقة. لذلك قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات، لأن هذا فيه إغراء للآخرين إنهم يتصدقوا، فالفقير هو الذي سينتفع. لكن أنا إذا خشيت على نفسي، فقال الله عز وجل في الشطر الآخر من الآية وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم مش لهم. لا، اللي خير لهم الشطر الأول بالضبط، خير للفقراء أن تظهر الصدقة. ليه؟ لأن هتكثر سواد الذين يتصدقون، يبقى الفقراء هينتفعوا أكتر. لكن أنا دلوقتي تحت جنح الليل قمت نازل واديت صدقة، مفيش حد شعر بيا يعني. ينتفع هنا المتصدق بس اللي ينتفع هو المتصدق عليه فقط. إنما يعني العموم لا، الإظهار. فهذا لما أظهر وأتى بالصدقة والكلام ده وتتابع الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن ده ملوش علاقة بالبدعة، لأن احنا عندنا البدعة على نوعين مش على 5 أنواع. يعني الفقهاء المتأخرون يقول لك البدعة 5 أنواع على الأحكام ال5. يقول لك في بدعة واجبة، بدعة مستحبة، بدعة مباحة، بدعة مكروهة، بدعة محرمة. خلاص، وحط لك تحت البدعة دي مثلا بدعة واجبة زي جمع القرآن مثلا. طب جمع القرآن له أدلة تدل على ذلك. يعني ما من عمل خير دخلوه تحت نوع من البدعة إلا وله دليل مستقل، يا بوجوبه يا باستحبابه يا بإباحته أو بتحريمه أو بكراهته. لكن الصح يبقى أنا عندي البدعة بدعتان كما ذهب إليه الشاطبي رحمه الله. عندي بدعة حقيقية وبدعة إضافية. أكثر البدع إضافية مش حقيقية. البدعة الحقيقية أي بدعة لا أصل لها إطلاقا. زي مثلا إيه؟ من صلى مثلا الحديث الكذب الموضوع إذا كان ليلة النصف من شعبان فصوموا ليلها وقوموا فصوموا نهارها وقوموا ليلها. طب ده ما فيش أصلا حاجة زي كده، يبقى كأنه اخترع الحكم. اخترع الحكم. لكن وده قل يعني برضو لا كتير يعني، بس الأكثر منه البدعة الإضافية. البدعة الإضافية اللي هي التي أضيفت إلى الدين بدليل عام لم يجري عليه عمل السلف الصالح. هذه البدعة الإضافية. عشان كده سميناها إضافية. ليه؟ أضيفت للدين، أضيفت للشرع بدليل عام لم يفهم السلف منه هذا العموم. يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ
ب25. ده في أحاديث كثير. كافة الصحابة. أما ابن عمر ب27، إنما سائر الصحابة ب25، إلا ما وقع يعني من الاختلاف في حديث أبي هريرة على الرواة في بعض الطرق 27، بس ال25 هي الأثبت. إنما ابن عمر ثابت إنه هي 27. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 أو ب25. طب هو جالي في الحديث صلاة الجماعة المفروضة ولا صلاة الجماعة وخلاص؟ صلاة الجماعة. جميل. هندخل المسجد عشان نصلي تحية المسجد. فقلت يا جماعة بدل ما احنا بنصلي كل واحد لوحده، طب ما هو الحديث عندنا اهو. نعم. صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب25. طب بدل ما نصلي فرادة، طب ما نصلي جماعة وناخد الأجر مثلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أيوه. ويقول يد الله على الجماعة. نعم. ما هو ده كله إيه؟ أحاديث عموميات. نعم. فلو سلمنا، لو افترضنا جدلا أن أهل مسجد صلوا تحية المسجد جماعة، وصلوا سنة الوضوء جماعة، وصلوا سنة الظهر القبلية جماعة، وصلوا سنة الظهر البعضية جماعة، إعمالا لهذا الحديث، ده يبقى بدعة ولا لا؟ نعم. هذا قطعا بدعة. طب مع ان الدليل العام صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 أو ب25. فما يجيش واحد يقول لي ما قالش صلاة الجماعة المفروضة. بالظبط. يبقى الجماعة هنا، واحنا لسه بنقول العموم، ان من صيغ العموم الالف واللام. ايوه. الالف واللام، الجماعة هنا محلى بالالف واللام اهو. يبقى قال لك صلاة الجماعة اي جماعة، اي صلاة يعني. طيب. أي صلاة، سواء كانت نفل، سواء كانت فرض، سواء كان الكلام ده. فلو أنهم تواطؤوا على صلاة تحية المسجد أو الكلام ده جماعة لكانوا مبتدعة. إيه اللي خلانا نقول مبتدعة؟ أن السلف جميعا الذين رووا لنا هذا الكلام لم يفهموا هذا العموم. فهذا العموم هدر، يعني المفترض أنا لا أعتبره. فإذا مر دليل عام على العلماء جميعا أو على السلف جميعا لم يفهموا منه العموم، لا يجوز لي أن أعمل العموم في هذا المكان. يبقى أنا عندي بقى كل البدع الإضافية التي أضيفت إلى الشريعة بدليل عام لم يجري عمل السلف الصالح على هذا العموم، دي تبقى عندنا بدعة. نعم. عشان كده البدعة الإضافية أضعاف البدعة الحقيقية. نعم. البدعة الحقيقية التي لا أصل لها في الدين أقل من البدعة الإضافية، لأن تعرف العموم عموم واسع يعني. نعم. ممكن العموم إيه يعني تدخل فيه معاني أخرى. نعم. فعشان كده احنا بنقول السلف الصالح فتشوا في الكتب. أنا فتشت، وأنا إنما يعني كما قال يعني ابن عباس كما في حديث صحيح مسلم لسعيد بن جبير وغيره: قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. أنا إنما أقول في حدود علمي، وأنا اجتهدت في أن أحصل أو أقف على آثار أن الصحابة كانوا يحتفلون بالعام الهجري الجديد كلما جد، ما وجدت أثارة من علم في هذا. لذلك أنا أقطع أن الاحتفال بالعيد الهجري الجديد أو الكلام دوت كله من البدع المحدثات التي يجب أن يعني نتجنبها.